المهم وقتها اتصل بيا صديق مصري اسمه عمرو عايش في استراليا. عمرو عامل بيزنس وخارب الدنيا في استراليا، وعنده مأجر له مثلا 200 شقة وبيقبض بالدولار ارقام مهولة وحوارات يعني. يا ابو حميد انت في الصين؟ قلت له اه. قال لي انا جاي لك. قلت له يا باشا تشرف وتنور. عمرو ذكي جدا، بيفكر في 100 موضوع في نفس الوقت، ويعني دماغه عجيبة بصراحة. قلت له يا باشا تعالى تشرف وتنور وكده يعني. قال لي عندك مكان ابات فيه؟ قلت له والله انا قاعد مع جماعة مصريين وللاسف يعني مفيش مكان خالص. قال لي طب خلاص احجز لي فندق قريب منك عشان لما اجي نكون قريبين من بعض، نقابل بعض بكل سهولة وكده. فقلت له ماشي. وقتها قبل ما يجي عمرو انا عملت له دعايه بقى مع اصحابي اللي في السكن. صاحبي جاي وده رجل اعمال وحوارات ودنيا. بص رسمت بقى العمر، ما رسمتش، هو كده فعلا، بس انا طلعت بيه في السما. واللي يقول لي ينفع يفتح مطعم، نفتح مطعم ونعمل بيزنس وبص هنخرب الدنيا. عمرو كام يوم ووصل للمطار، خد عربيه وراح الفندق لوحده. انا طبعا نايم بصحى العصر. فضل يرن عليا، صحيت يا ابو حميد فينك؟ قلت له والله انا في البيت لسه ما اتحركتش. قال لي طب ابعت لي اللوكيشن بتاعك انا اجي لك. تجي لي يا زلمه سوحه؟ تجي لي فين؟ انا مش عايز حد يشوفني في المكان ده اصلا يعني. اتكسفت منه، رحت باعت له اللوكيشن. شويه اتصل بيا قال لي انا وصلت. فنزلت له. هي اصلا مكان شعبي خالص يعني. ففضل يبص كده بعينه بقرف، اللي هو انت ايه المكان اللي انت ساكن فيه دوت؟ فانا قلت له تعالى اشرب شاي. فطلعنا فوق على السكن. اول ما فتحت الباب قال لي اقفل اقفل اقفل. نزلنا، راح واخد تاكسي ورجع على الفندق. انا رجعت معاه. واحنا في التاكسي لقيته لحق من بالليل للصبح لقط له 3 4 كلمات صيني. فبيقول لي يا احمد انت تعرف تتكلم صيني؟ قلت له لا طبعا انا لسه جاي ما كملتش الشهر. قال لي يا احمد هو انت جاي من مصر علشان تقعد في مصر؟ قلت له لا مش فاهم، وضح لي. قال لي بص، عاوز تنجح غير البيئة، غير المجتمع. البلد كلها بتصحى الساعة 6، انت صاحي العصر. لازم تغير من نفسك، تقابل ناس جديدة، اتعرف على صينيين، روح مصانع. ما تعملش اللي كنت بتعمله في بلدك. يعني انت مش طالع من مصر علشان تروح تقعد في مصر يعني بنفس العادات بنفس التقاليد. اتغير واجري يعني. كلام عمرو كان كلام غالي قوي وله معنى، بس انا عرفته متأخر. وقتها حسيت ان هو بيتمنظر عليا او بيوبخني، ما كنتش عارف يعني. المهم وصلنا للفندق عنده، بعدين نزلنا اتعشينا عند صاحب الصيني وخلص اليوم. تاني يوم انا ما اتصلتش بيه، ما كنتش طايقه، وهيقعد يتمنظر عليا ويقول لي كذا ويعمل كذا وبتاع. انا ما كنتش حابب اكلمه. بالليل راح هو متصل بيا يا احمد فينك؟ قلت له انا مع اصحابي اللي هم في بتوع السكن. فقال لي طب تعالى نروح نقعد في اي كافيه. قلت له ماشي. فانا كان في واحد من الناس اللي بتقعد معانا في نفس القعده اللي بنسهرها بالليل، شغال في مطعم. فانا قلت بقى ايه، اتمنظر بقى وافرجهم على صاحبي اللي عايش في استراليا وكده. فاخدت عمرو ورحنا فين؟ رحنا الكافيه دوت. وكان معايا 2 اصحابي من اللي قاعدين في السكن. المهم قعدنا، شربنا، كل واحد شرب مشروب وبتاع. جينا للحساب طبعا يعني صاحبي المليونير اللي هيدفع يعني اكيد. راح صاحبي سأل على الشيك، مسك الشيك، فراح قال انا حسابي كذا، كل واحد يحاسب لنفسه. انا انا اول ما قال كده انا اتصدمت. كل واحد يحاسب لنفسه؟ طب العيال دي معهاش فلوس، وانا يعني برضو الظروف على القد، معايا فلوس بس يعني مش عارف هقعد في الصين قد ايه. فقلت ماشي خلاص. قلت اوبا، ده انا النهارده في السكن هتبقى الحفله عليا. عمال اقول صاحبي بتاع استراليا وبتاع. المهم رحت ماسك الحساب، قلت انا هحاسب للكل. عمرو قال حاسب لنفسك. فقلت له خلاص انا هحاسب لنفسي. قال لي يا عم حاسب لنفسك. فراح صاحبي، انا رحت انا محاسب ليا ولصاحبي اللي معايا في السكن. وبعدين صاحبي استأذن ومشى. صاحبي اللي في السكن مشى. عمرو قال لي اسمع. قلت له ايه؟ قال لي انا لو عايز اشتري الكافيه ده كله اشتريه وانا قاعد. قلت له طب انت عملت ليه كده؟ قال لي انا حبيت اعلمك حاجه يا رب تكون فهمتها. قلت له لا ما فهمتش، وانا طبعا زعلان يعني. فقال لي طالما ما فهمتش يبقى انت لازم تتقرص علشان تعرفها. خلي الزمن يعلمك.